من أطيب الأطباق اللي ممكن إنكم تجربوها هي المقلوبة الفلسطينية. رح نعملها اليوم صبايا بطريقة كتير سهلة. رح أحكي لكم عن السر اللي يخلي المقلوبة تطلع معكم كيف ما عم بتشوفوا معي. لنشوف الطريقة، خلينا نتابع الفيديو للآخر. بيلزم لنا صبايا بهاي الوصفة لحبتين من البطاطس، أنا مختارة حبتين حجم وسط قطعتهم بهذا الشكل. أيضا رح نحتاج لحبة كبيرة من الباذنجان. الباذنجان صبايا لازم يكون معاكم حلو، انتبهوا لهاي النقطة كتير منيح. قشرته كيف ما عم بتشوفوا معي ورح قطعه بهذا الشكل. بعد ما قطعت الباذنجان صبايا ضروري انه نرش عليه ملح حتى نتخلص من كمية المي الزيادة وما يتشرب معنا زيت كتير. فبنرش عليه ملح وبنتركه اقل شي نص ساعة لحتى يطلع كليات المي اللي موجودة بالباذنجان. بطنجرة على نار وسط رح ضيف تقريبا 4 أو 5 معالق من الزيت النباتي، وفيكم تستبدلوهم بسمنة. رح شوح الدجاج كيف ما عم بتشوفوا معي. رح ضيف على الدجاج صبايا بصلة كبيرة أنا مقطعتها مكعبات. أيضا رح ضيف حبهان مطحون معلقة صغيرة، ورح ضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر مع استمرار التحريك على نار جدا هادية. بعد ما شوحت الدجاج ما يقارب ربع ساعة على نار جدا هادية، عندي هون مي سخنة بتغلي. رح أغمر الدجاج كيف ما عم بتشوفوا معي، ولازم المي تكون سخنة يا صبايا، ما بنفع تكون باردة أبدا. بعد ما تسبكت عندي المرقة تقريبا بعد بنص ساعة، رح ضيف مكعب مرقة الدجاج ورح أضبط الملح وأضيف البهارات التالية. عندي هون نص معلقة صغيرة من الكركم، أيضا عندي نص معلقة صغيرة من القرفة، وعندي نص معلقة صغيرة من السبع بهارات. ما تضيفوا أي نوع بهارات تانية أو تكتروا عن النص معلقة على المرقة حتى طعم المقلوبة يطلع معكم كيف ما بتحبوه. بنفس الوقت اللي عم بستوي فيه بالدجاج رح نحمر البطاطس. عندي هون البطاطس حمرتها بالطريقة المعتادة. أيضا حمرت الباذنجان بعد ما تصفت كل ميته لحتى ما يتشرب معنا زيت زيادة. عندي هون 4 كاسات من الرز، أنا غاسلته ونقعته لنص ساعة تقريبا. الرز أنا عندي هون مصري، ملحته ورح ضيف عليه نص معلقة صغيرة من البهارات المشكلة اللي هي 7 بهارات. رح ضيف الكركم، أيضا رح ضيف نص معلقة صغيرة من الهال المطحون، ورح ضيف قرفة نص معلقة صغيرة أيضا، وفلفل أسود. رح حركهم كيف ما عم بتشوفوا معي. وكيف ما قلت لكم صبايا مش من المفروض إنكم تكتروا من البهارات لحتى تطلع معاكم المقلوبة كتير طيبة. عندي هون الطنجرة اللي رح أطبق فيها المقلوبة، حطيت شوي من الرز ورح أحط الطماطم ورح أطبقها كيف ما عم بتشوفوا معي. صبايا هون لو حابين انكم تحمروا الدجاج قبل ما تضيفوه على المقلوبة بيمشي الحال، ولو حبيتوا انه تشيلوه وتحمروه على جنب برضه بيمشي الحال. بس بهاي الحالة يفضل انكم تضلوا محافظين على جلد الدجاج، ما تشيلوه مثل ما انا عاملة. يفضل طبعا صبايا انه نحافظ على ترتيب المقلوبة كيف ما صفطناه بالنسبة للبطاطا والبتنجان والدجاج. عشان هيك لازم نحط صحن ونسكب مرقة الدجاج فوق الصحن. لو جينا نزلنا المرقة مباشرة فوق الرز رح تتلخبط معاكم وما رح يطلع شكلها مرتب كيف ما انتوا عملتوه. لا، حطوا صحن واسكبوا المرقة كيف ما شفتوا. رح اغمر انا مرقة الدجاج تقريبا 2 سنتي ارتفاع عن الرز، او على هوا كمية الرز اللي انتوا بتستخدموها.
تمام. رح ارفعه على الغاز لحد ما تستوي معي تماما، تقريبا هي بتاخد ساعة الا ربع، وبعدها بتكون صارت معي جاهزة. رح احكي لكم على السر اللي يخلي المقلوبة تطلع معكم قالب كيف ما بتشوفوا. أول ما بتستوي معاكم المقلوبة يفضل إنكم تلفوها ببطانية لمدة ربع ساعة قبل ما تقلبوها حتى تطلع معاكم بهذا الشكل. لو قلبتوها مباشرة رح تفرفط معاكم، فهذا السر اللي بيخلي المقلوبة تطلع قالب كيف ما عم بتشوفوا معي. طبعا المقلوبة بتتقدم جنب الخيار بالزبادي، وممكن كمان نقدمها جنب السلطة. صبايا قبل ما انهي الفيديو رح احكي لكم نقطة جدا مهمة للناس طبعا اللي ما بتعرف المقلوبة الفلسطينية. لو شفتوا حدا عاملها بالقرنبيط اللي هي الزهرة بيمشي الحال، ولو شفتوا حدا عاملها بالباذنجان والقرنبيط مع بعض برضه بيمشي الحال، ولو شفتوا حدا عاملها كيف ما عملناها اليوم برضه بيمشي الحال. معروفة دولة فلسطين انها هي اكتر من بلد، كل بلد بفلسطين بتعملها بالطريقة اللي بتناسب بلدهم تمام. في كمان ناس بفلسطين بيعملوها بالرز البسمتي برضه بيمشي الحال. يعني انتوا جربوا اكتر من طريقة حتى تستقروا على الطريقة اللي بتحبوها وبتفضلوها. وهلا صبايا بدكم تسمحوا لي حتى ادعم نفسي، رح اترك لكم تحت بصندوق الوصف رابط حملة 100,000 لقناتي، اشتركوا فيها وفعلوا زر جرس التنبيه على الكل حتى يوصلكم مني كل شيء جديد بجديد انا بنزله خلال الفترة اللي جاي. ايضا رح اترك لكم رابط صفحتي فيسبوك، بتمنى تنضموا إلها وتعملوا لي متابعة. رح نزل خلال الفترة اللي جاي وصفات رح تعجبكم بإذن الله. اكيد ما رح انسى اترك لكم تحت بصندوق الوصف جميع المقادير اللي استخدمناها بوصفة اليوم، او هي لا تعتبر مقادير، هي مجرد مقادير تقديرية، تقدروا انتم تستخدموا الكمية اللي بتناسب عيلتكم. تمام صبايا، هيك بيكون خلص معنا الفيديو لليوم. بتمنى انه يكون عجبكم. اكيد اي استفسار فيكم تكتبوا لي اياه تحت بالتعليقات. الف صحة وعافية على كل من رح يجرب وصفة اليوم. بشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو كثير 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 قريب، وباي باي.